في البداية كالعادة أحب أعرفكم بنفسي. أنا بلال، عندي 30 سنة، شغال ضابط في مديرية أمن القاهرة. في يوم وأنا قاعد في مكتبي بعد يوم مرهق في الشغل، جالي أغرب مكالمة عدت عليا في حياتي. رغم إن أنا بيجيلي مكالمات كتير غريبة بسبب حكم شغلي يعني وكده، علشان تبدأ المكالمة بيه صوت بنت بتقولي: ألو، معايا مدير أمن القاهرة، كنت عايز أبلغ عن جريمة قتل حصلت في فندق كذا، عن بنت قتلت أبوها. هتقولي أنت مين؟ هقولك أنا البنت اللي قتلته. أهلا بيكم يا ملهمين، وأهلا بيكم في رعب الخميس. النهاردة معانا قضية غامضة ومش مفهومة، لكن هي في الحقيقة هزت البلد كلها من كتر ما هي قضية بشعة ومحدش توقعها تماما. فخلينا دلوقتي في المهم، وإنك تركز معايا وتحضر قهوتك وتقعد في ركن اوضتك الهادي، وتركز تاني معايا كويس أوي، عشان انت الآن مع رعب الخميس. وبسم الله نبدأ. كنت عايز أبلغ عن جريمة قتل حصلت في فندق كذا، عن بنت قتلت أبوها. هتقولي أنت مين؟ هقولك أنا البنت اللي قتلته. والخط اتقطع طبعا، ورحنا على الفندق على طول، اللي كان فيه ناس كتير متجمعة عند غرفة القتيل. أحمد أبو العز، راجل من أكبر رجال الأعمال، مقتول بطريقة بشعة. بنته صاحبة 19 عام ضربت أبوها بالفاز على دماغه، ثم طعنته أكتر من 15 طعنة في قلبه. طبعا تم القبض عليها، والغريب إنها كانت قاعدة عادي ولا كان عليها لحظة خوف. كانت بنت رقيقة جدا، وأول سؤال سألته: ليه؟ نفسي أفهم إزاي بنت بالرقة دي تقتل بالوحشية دي. بس في نفس اللحظة قلت المجرم مش بالشكل. خدنا البنت وطلعنا بيها على المديرية، وطبعا لأنه كان راجل أعمال كبير الخبر انتشر بسرعة كبيرة. بدأنا في التحقيق معاها وهي اعترفت بكل شيء. كنت مستغربها أوي وهي بتتكلم بهدوء عن الموضوع عادي جدا، وكان في برود أعصاب غريب أنا ما فهمتوش. وبدأت تبصلي وتتكلم وتقول: أنا اللي قتلته، عملت كده بكامل قواي العقلية. وبالنسبة لي أنا طبعا كظابط القضية خلصت، لأن المجرم اعترف ومثل جريمته. وطبعا بدأنا نحقق مع أي حد يعرفها، لكن الكل قال إن منا بنت آخر أدب، وإنها كانت بتحب أبوها جدا، إلا حد واحد بس، وهو صاحبة عمرها. شهد قالت إن دايما كان في خلافات، ولما كانت بتروح البيت عندها كانت بتحسها خايفة، وكانت بتقول إن في خلافات بينها وبين أبوها. ولما كنت مسألها كانت بتسكت وترفض تتكلم. ولما سمعت كلام شهد، ده اللي خلاني أحس إن في حاجة غلط. وفعلا نزلت لمنى في الحجز. منى، ده مش تحقيق، ده كلام اعتبيه من أخ لأخته، ولو في سبب قوي خلاكي تعملي كده قولي. بس هي ما ردتش، وحاولت معاها تاني بس برضه مفيش فايدة. قلت لمنى: دي قضية قتل مش لعبة، يعني هتتعبني، ولو في حاجة قولي أكيد القضاء هيسمعك. وكان ردها: حضرة الضابط، أنا قلت كل اللي عندي وأنا عارفة كويس مصيري إيه. اتصدمت من ردها وسكت، وطلعت من الزنزانة ورحت على مكتبي. وتاني يوم اتحولت منا للنيابة، وبرضه النيابة حققت معاها وقالت نفس الكلام. والنيابة قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق. مع إن القضية خلصت بالنسبة لي، لكن كل تفكيري كان في منا. كنت حاسس أو متأكد كمان إن في حاجة غلط. ليه بنت تعمل كده؟ وليه اعترفت بالسهولة دي؟ ألف سؤال كان في دماغي، ولأول مرة أحقق في قضية من غير أمر، وده مخالف، ولو حد عرف هتأذي. بس كنت حاسس إن في حاجة غلط والبنت دي مظلومة. وعملت تحريات على أبوها، واكتشفت السر إن أبوها بيتعاطى المواد المخدرة، وده عرفته من البواب. واللي خاف يقول ده في التحقيق لا يتأذي من أهل المرحوم. بس برضه ده مش هيفيد في أي حاجة لأنها معترفة. بس ما يئستش، رحت النيابة وطلبت أقابل منا. أنا عرفت إن أبوكي كان بيتعاطى المواد المخدرة. أنا متأكد إنك عملتي كده لسبب
والسبب ده مش هين خالص، وأنا متأكد من حاجة زي كده. ولأول مرة من ساعة لما شفت منة لقيتها بتعيط وبتنهار وبتقولي كان بيحاول يعتدي عليا، ودي ما كانتش أول مرة، لأ ده حاول كتير. أنا كنت بحب أبويا جدا وكنت مستحيل أقول علشان ما أخليش صورته قدام الناس وحشة، بس المرة دي كنا في أجازة وما كانش شارب، واكتشفت إن هو بيعمل كده وهو في كامل قواه العقلية. ما حسيتش بنفسي غير وأنا نازلة عليه بالفاز على دماغه وطعن فيه، وقررت إني ما أقولش أنا عملت كده ليه، لأني لغاية دلوقتي بحبه. وأنا لأول مرة في حياتي أدمع قلت لها منى أنت لازم تعترفي أنت ليه موتي أبوكي عشان شخص زي ده ما يتحب شوية تخاف عليه. ومع شوية إقناع حاولت معاها كتير وضغطت عليها كتير، بس أخيرا وافقت إنها وفعلا اعترفت أمام وكيل النيابة بالحقيقة، وجبت البواب بعد لما وعدته إن محدش يقدر يأذيه، واعترف إن أبوها كان بيتعاطى المواد المخدرة والكحوليات، ومنة طلعت براءة. وبعد كل ده واللي أنا ملاحظتهوش غير بعد كده إني حبيتها وفعلا اتقدمت ليها وهي وافقت، والحمد لله اتجوزنا. بس القصة دي علمتني إن ماخدش بالمظاهر، وإن مش معنى إن بدل الشخص شكله كيوت أو طيب أو الكلام ده أو مش باين عليه الحاجات دي فهو ممكن ما يعملش جريمة زي دي. منة كانت مظلومة، لكن غيرها ممكن ما يكونش مظلوم، والحمد لله إن منة كانت إنسانة كويسة وكانت كويسة مع أبوها. بس محدش يعرف الحقيقة، فما تحكمش من بره، لازم كمان تشوف الواقع عشان تعرف تحكم على الشخص. وبكده تكون القصة انتهت، وأتمنى تدعموا القناة وتدعموا أخوكم علشان القناة واقعة بقالها فترة ملهمين. فما تنساش تدعم أخوك بلايك وكومنت، ولو عجبك حوار القواضي ده فممكن نخلي ليلة الخميس أو بمعنى أصح رعب الخميس بتاع قواضي حصلت هزت الرأي العام وغيره، وما تخليش قضية النهاردة تنسيك إنك كنت مع رعب الخميس.